الو، البان الهنا. ايوه يا فندم، لو سمحت عايزه 5 زبادي صغير. الحساب 35 جنيه. 35 جنيه؟ ليه؟ هي علبه الزبادي وصلت كام؟ 7 جنيه يا فندم. لا انا خلاص غيرت رايي. ابعتلي كوبايه واحده ومعاها كيلو من اللبن. حاضر يا فندم. ليه؟ هو انت غيرتي رايك ليه؟ الزبادي بتاعنا جميل وكويس. انا هعمله في البيت احسن واوفر. وقفلت المكالمه على كده وبعتلي كيلو اللبن ومعاه واحده زبادي. وعايزه اقولك هنعمله في البيت بنفس طعم بره، والقوام هو هو، وكمان الكميه اكتر من بره بكتير جدا. ده الزبادي لوحده في شهر رمضان عايز ميزانيه تانية لوحديها. ما بالك انت بقى لو 6 افراد او 5 افراد، يعني كل يوم تبعتي تجيبي ب35 جنيه زبادي. لا وعلى ايه؟ ده كيلو لبن هيعملك حوالي 10 علب او 9 علب. تعالي نشوف كيلو اللبن عمل معانا كام علبة، وكمان عملنا الزبادي ازاي، والقوام بتاعه عامل ازاي. هنشوف كل حاجة والخطوات والتكات، ويلا نبدأ على طول. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. جاب لي كوباية اللبن، كوباية الزبادي، وجاب لي كيلو اللبن. غليت كيلو اللبن وسبته على الرخامة لحد ما برد معايا، وقدرت اللي انا اتحمله. حتى اللبانة من بره مسكتها وما اتلسعتش منها. مسكت لمست اللبن، حسيت اللي هو دافي زي دمعة العين. اوعي تحطي الزبادي على اللبن وهو سخن. كوباية الزبادي اللي احنا جبناها النهاردة دي الخميرة اللي هتقعد معانا طول الشهر. سجلي الوصفة عندك علشان خاطر تعتمديها وتعمليها على طول. خدت من كوباية الزبادي معلقتين، وخدت كمان من كيلو اللبن كوباية، وحطيت الاتنين على بعض وبدأت اللي انا اقلب كويس جدا. كيلو اللبن بياخد معلقتين كبار جدا من الزبادي. لو العلبة صغيرة يبقى حطيها كلها. بدأت اللي انا اقلبهم مع بعض كويس جدا. حسيت كده لا لسه ما دبش معايا. جبت الهاند بلندر وبدأت اللي انا اضربهم. لو مش عندك هاند بلندر حطيهم في الخلاط، هيدوب معاكي الزبادي وهيبقى نفس اللبن بالظبط. خلاص دلوقتي خلصت الكمية. هنحط بقى الكمية ديت على كيلو اللبن اللي معانا. بالمناسبة كيلو اللبن دوت زيادة كوباية، يعني كيلو لبن وكوباية تانية. حطيت كده الزبادي وقلبت كله مع بعضه. اهم حاجة عشان الموضوع يطلع معاكي تمام، لازم الزبادي يكون بايت وانتي بتجيبيه من عند اللبان. يعني ما يكونش هو لسه عامله وانتي تجيبيه تعملي بيه على طول. هاتيه وحطيه عندك في التلاجة لمدة ليلة كاملة، وابدأي اشتغلي بيه. الخطوة التانية اللي اللبن ما يكونش سخن جدا وما يكونش بارد جدا، لازم اللبن يكون دافي زي دمعة العين بالظبط. تمام كده؟ تمام. الكوبايات او الاطباق اللي انا هستخدمها، استخدمي اي نوع كوبايات واستخدمي اي نوع اطباق اللي عندك اعملي فيه. انا عندي الاحجام اللي انتوا شفتوها ديت كده، اللي محطوطين في الصينيه دول ليهم غطيان، ففضلت ان انا استخدمهم عشان اغطي بيهم. وكمان الكوبايات الصغيره اكيد موجوده في كل بيت. كوبايه القهوه ديت حجمها 100 ملي، يعني قد كوبايه الزبادي بتاعه الشركات. تقدري تعملي في اطباق بورسلين او اطباق ازاز بتاعه الشوربه على حسب المتوفر عندك. وكمان تقدري تستخدمي طواجن الفخار. نرجع بقى لزمان ونستخدم طواجن الفخار، بيبقى الزبادي فيها جميل جدا. بدأت اللي انا اصب اللبن او الزبادي جوه الكوبايات. الكوبايه اللي انا بصب فيها ديت السعه الرتليه بتاعتها 150، يعني هتعمل معايا كميه كبيره جدا. كيلو اللبن 1000 جرام، لو قسمتيهم هيطلع معاكي كميه كبيره. كمان الكوبايه اللي انا بصب فيها دلوقتي دي 100 ملي، يعني يعتبر كده برضو الكوبايتين مع بعض عاملين معايا 200 ملي. كوبايه بتبقى صغيره، ما تعمليش كوبايات كبيره عشان ما يفتش من الولاد ويترمي. اعملي كوبايه صغيره واللي ياكل وعايز تاني ياخد، مفيش اي مشاكل. كوبايه اللبن اللي انا حطيتها الاضافيه على الكيلو اللبن هي دي اللي انا حطيتها في الطاجن. الطاجن السعه اللتريه بتاعته بياخد 250 جرام، فحجمه بيكون كبير شويه. فممكن تستبعدي خالص موضوع الطواجن وتعملي في كوبايات او اطباق يكون صغيره. كمان الطبق البورسلين دوت برضو حجمه كبير شويه. كده خلصت كمية اللبن وصبيت الزبادي بتاعي، وكده الدنيا تمام. بس لقيت الصينية صغيرة شوية فهنقلهم في صينية تانية. في الوقت دوت انا شغلت الفرن على درجة حرارة 250، اعلى حاجة عندي. هاخد كمية الزبادي كلها وهرصها في قلب الصينية كده. الصينية ديت صينية بتدخل الفرن. اهم حاجة بس ما تبقاش ألمونيوم علشان خاطر ما تسودش منك. ولو حطيتي في صينيه الومنيوم ممكن شويه تخلي بصوت كده عشان الموضوع ما يبقى الميه السخنه ما تخليش الصينيه تبوظ. كده كنت غليت ميه في الكتل بمقدار كوبايه، وبدات ان انا اصبها في قلب الصينيه بالشكل دوت كده.
والزبادي معانا سايل، احنا عايزين يبقى زبادي متماسك، فامشي ورا الخطوات بالراحة والموضوع هيبقى تمام. جبت فوطة نظيفة وبدأت ان انا اغطي الصينية بالشكل دوت كده. ولا بقى جهاز الزبادي اللي بقى دلوقتي وصل سعره الله اعلم بقى كام، ولا تولعي لمبة وتحطي الزبادي، لا 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 خالص. الموضوع سهل وبسيط، بس امشي ورا الخطوات بالظبط. ان شاء الله باذن الله بنحاول ان احنا نعمل كل حاجة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وما تبقاش صعبة على ست البيت. غطيت الزبادي بفوطة نظيفة، ممكن تغطيه بكيس مخدة لو مش متوفر عندك فوطة، وحطيت غطا بالشكل دوت. وليه حطيت فوطة وما حطيتش الغطا على طول هقولك دلوقتي. حطيت الزبادي جوه الفرن بالشكل دوت، بس طبعا بعد ما طفيت الفرن. في الوقت دوت انا طافيه الفرن هو اللي سخن، وكمان هطفي اللمبه بتاعه الفرن. هقفل الفرن وهسيبه ليله كامله. احنا في الشتاء سبته من الساعة 1 بالليل لحد الساعة 10 الصبح، تمام كده تمام. لو في الصيف هتسيبيه حوالي 4 ساعات جوه الفرن. في الوقت دوت انا لسه مخرجه الزبادي والصبح بدري، كانت مسك معايا والدنيا تمام وزي الفل. وليه حطيت الفوطه وما حطيتش غطا الحله؟ علشان خاطر انا حاطه ميه سخنه في ارضيه الصينيه، هتطلع البخار في قطرات الميه هتمسك في غطا الحله، فهينزل على الكوبايات بتاعه الزبادي، فالزبادي من فوق الوش هيكون فيه ميه. فخلي بالك من النقطه البسيطه ديت. هنا خلاص كنت بوريهولك متماسك جدا بس سخن، لسه محتاج يتحط في التلاجة يمسك شويه. بص قد ايه متماسك ولسه ما اتحطش في التلاجة. هجيب بقى معايا صينيه وابدا ان انا ارص الكميه دي كلها كده على صينيه وادخلها بقى التلاجة. طبعا علشان خاطر نحافظ على الزبادي بتاعنا لفتره طويله، انتي هتقدري ان انتي تغطيه كويس جدا وهو في التلاجة. يعني لو عندك العلب ليها غطيان هتقدري ان انتي تستخدميه، ما عندكيش يبقى هتعملي ستريتش رول على كل كوبايه او على كل طبق وتدخليه التلاجة. في الوقت دوت بقى اقدر اقولك ان انتي متاح تاكلي كل الكميه، بس تسيبي كوبايه واحده. كوبايه واحده هي الخميره اللي هتعملك بعد كده بقيه الزبادي اللي احنا هنعمله على مدار الشهر. اكيد فاهميني. بدل ما تشتري بقى كوبايه لبن كوبايه زبادي وكيلو لبن، لا انت هتروحي تشتري كيلو لبن بس ب20 جنيه او ايا كان السعر اللي انت بتشتري بيه، وكوبايه الزبادي موجوده عندك في البيت هي الخميره اللي هتنفذ لك على مدار الشهر. تقدري كمان تعمليه في بطرمان يكون صغير كده ويكون ليه غطا، يعني مش شرط كوبايات، لا انت لو فكرت شوية هتلاقي عندك حاجات في المطبخ تقدري تعملي فيها الزبادي تكون ليها غطا محكمة الغلق، علشان خاطر بس ما يجيش عليه اي ريحة او اي نكهة من التلاجة. هغطيه بقى كويس جدا وهدخله على التلاجة. الكمية كلها كيلو لبن ما عدا الطاجن ده، هي دي الكوباية الوحيدة اللي انا حطيت فيها زودت كيلو اللبن، زودت الكوبايه عشان الطاجن يطلع معايا واوريكي برضو التماسك بتاع الطاجن. حطيته في التلاجة لمدة 3 ساعات، وهنا كان بعد ال3 ساعات سقع وبقى جميل جدا. وتعالي نفتح بقى الاكياس اللي احنا حاطينها والغطيان ونشوف النتيجة بتاعتنا عاملة ازاي. كله على عينك يا تاجر. هتشوفي الزبادي دلوقتي وانا بقلبه زي الفل، متماسك جدا، القوام حلو، الطعم حكاية، القشطة اللي فوق الوش برضو حلوة. هتسيبيه في التلاجة كمان هيرمل معاكي اكتر والقشطة هتطلع جميلة. ده كده شكل الزبادي. بص انا قلب الكوباية قدامك، وكمان هقلبها واحطها على الرخامة فترة طويلة عشان تشوفي الكمية بنفسك. ده كده الزبادي، هبدأ اللي انا اسيبه بالشكل دوت. كمان هقلب بقى بقية الكمية. قد ايه متماسك، بس لما تمشي ورا الخطوات صح ان شاء الله باذن الله. حابه ان انا اعمل معاكم كمان زبادي بطعم الفراوله لاطفالنا الحلوين كده اللي هم هيبداوا صيام السنه دي ان شاء الله باذن الله. برضه هنعمله في البيت زي الشركات بطريقه بسيطه وسهله واقتصاديه، وطعمه هيكون حلو جدا. لو انتوا حابين اكتبوا لي في الكومنتات، ولو انتي اول مره تتابعيني ما تنسيش تعملي متابعه للصفحه لو بتتابعيني من على الفيسبوك، ولو بتتابعيني من على اليوتيوب ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس. وطبعا ما تنسيش اللايك بتاعك الجميل والكومنت اللي زي العسل اللي بينورني ويكترني. صليتي على الرسول؟ طب يلا بسرعه صلي على الرسول. بصي القوام بتاع الزبادي بسم الله ما شاء الله زي العسل، وديت كده كميه القشطه اللي موجوده فوق الوش. وعايزه اقولك لو سبتيه كمان ليله كامله القشطه هتتضاعف حجمها.
القوام بتاعه حلو جدا وطعمه حلو قوي، بسم الله ما شاء الله زي العسل. اعمليه وعلى ضمانتي، وواثقه اللي هيطلع من ايديكي زي العسل. وطبعا هتوفري في ميزانيه البيت، وزي ما قلتلك من البدايه ده الزبادي لوحده محتاج ميزانيه تانية. عايزه اقولك اللي هم واقفين جنبي وعايزين ياخدوا الزبادي من حلاوه الطعم بتاعه، عشان عارفين اللي انا بعمله حلو، فواقفين عايزين ياكلوا زبادي عليه سكر. اديتهم علبه وقلت لهم لا كفايه لحد كده، لما اخلص تصوير بقى ابقى افرق عليكم بقيه العلب. ده كده الطاجن بسم الله ما شاء الله